السلام عليكم. هعمل معاكم النهاردة أسرع طبق كنافة وأجمل وأطعم طبق كنافة هتدوقوه في حياتكم على طريقة جدتي الخاصة الله يرحمها. هتاكلي أجمل كنافة بلدي. الكنافة دي أنا عاملاها معاكم في القناة، وهسيب لكم الطريقة كاملة في صندوق الوصف، يا ريت تشوفوها. بكوبايتين من الدقيق عملت نص كيلو من الكنافة. حلة بقى على النار، هنعملها في الحلة طبعا، وهضيف معلقتين كبار من اي مادة دهنية، بس طبعا يفضل تكون سمنة بلدي. واول ما تسيح معايا هروح نازلة بالكنافة، بس بعد ما اكون قطعتها، يعني يا جماعة ما تحطيهاش كده بحالها زي ما هي. امسكي بقى الكنافة شوحيها وخليها كده، يعني تاخد معاكي لون خفيف كده علشان خاطر تشرب منك السمنة وتطعم. بعد كده هضيف عليها نص كوباية من السكر الحبيبات. النص ده يعني على النص كيلو الكنافة كان تحليته مظبوطة جدا. هي يا جماعة نفس فكرة الكسكسي بالظبط، بس أجمل بكتير بصراحة، يعني في طعمها يعني. شوحيها برضو مع السكر لحد ما السكر يختفي خالص وتتغلف بيه كل كمية الكنافة اللي معانا. هنزل عليها بقى بربع كوباية من جوز الهند. جوز الهند في الوصفة يا جماعة وهو بيتحمر مع السكر والسمنة وكل المكونات دي ريحته بتطلع، وبتبقى يعني لو طلتي 2 كيلو هتاكليها من الجمال بتاعها. شوحيها بقى كده لحد ما جوزة الهند تاخد لون ذهبي فاتح. تبتدي بقى تنزلي عليها بكيس من الفانيليا. على فكرة لو حابة انك تضيفي لها لبن زي فكرة الكسكسي، اوكي حطي، او ممكن تحطي معلقة من الشربات الخفيف براحتك. لكن انا الكنافة لسه عاملاها فما احتاجتش مني كله ده. ودلوقتي هي خلاص اصلا خلصت، يعني شفتي في 3 دقايق بالظبط هتحضري طبق كنافة بالجمال ده، وزينيه بأي مكسرات خلقها ربنا عندك. ويا ريت لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركة، علشان يوصل لكم مني كل جديد. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، وكل سنة وانتم طيبين.